ازيك يا مايا؟ انا عامله ايه؟ ايه يا ايمي، ايه الاخبار؟ اخبارك؟ ايه الحلاوه دي؟ كله تمام. كل يوم بقى. هنتكلم النهارده عن موضوع يعني هو غريب شويه، مم. اسمه نيشوفرينيا. نيش سمعتي حاجه وفرينيا. كده؟ فرينيا يعني العقل، مم. ونيش يعني عقلك جوه النيش. بالظبط، عقله جوه النيش. مم. دلوقتي معظم الناس، او يعني مش هنقول معظمهم، يعني في اقليه كده محتاجين يخرجوا عقلهم بره النيش. مم. في ناس كده حابسه نفسها جوه طعم الكاسات، مم. مش عايزين يخرجوه عشان ما يفقدوش قيمته. ما تخرج عقلك يا سيدي بره النيش وتحاول تطور نفسك كده، ولا عقلك ده ماشي كده على حسب الأعياد والعزومات تبع الكالندر بتاعك على الموبايل؟ خرج كده عقلك وتحرر وطور من نفسك. ايه يعني رأيك في الكلام ده؟ انت عايزاهم يتجننوا مثلا؟ ما هم لو طلعوا عقلهم بره النيش، الناس اللي حاطه دي عقلها جوه، دي ممكن تقول لك كده انا كده هتجنن. اهو. بس الجنون ده يعني هقول لك هم ليه بيخافوا. ما هو الجنون ده هو التعامل مع اللامنطقيه ومع اللا شيء. انت فجاه بتلاقي نفسك ايه ده، هو انا هطلع عقلي ليه بره؟ ما هو كده مريحني، ما انا بعمل شويه مهام معينه وخلاص. فعلا. فانا ده اللي بيخوف الناس، ان هم مش هيعرفوا يعملوا توازن بين العقل وبين الجنون. ده حقيقي، لان في ناس اصلا ببساطه ما بتحبش الخروج عن النص زي ما بيقولوا، بيحبوا كده يتعاملوا مع الراجل التقليدي او الشخص التقليدي. لكن وفي ناس بتربط الاستمراريه اصلا بالعقل والجنون. استمرارية النجاح استمراريه يعني، النجاح او والابداع. الابداع او كده، بالظبط. استمرارية نجاحهم او بالظبط. ابداعهم. بالظبط. اها. لكن الجنون اصلا شغفه كمان بيبقى شغف، بتبقى لحظات بسيطه. مهم. بيبقى يعني حاجه كده بتجيلك كده ايه مره واحده كده، ايه ده انا اتجننت، ايه ده انا هعمل كذا. مهم. انما بقى العقل مثلا مرتبط باستمرارية الابداع ده. بالظبط. بس خدي بالك برضو ان احنا لازم نعمل التجربة. احنا علشان نفصل العقل باحكامه الجامدة قوي دي واحكامه الصارمة قوي دي، عشان نفصله عن الجنون ده لازم ان احنا نجرب. لازم ناخد الريسك ونجرب ونحاول ان احنا نطلع من حتة التنميل بتاعة العقل دي. وهنا انا مش بكلمك كمان على الناس اللي هي اوريدي عندها حرية الابداع، لا، انا بكلمك عن الناس اللي متأيدة بالعادات، بالتقاليد، بالخوف من الفشل او باللامبالاة حتى. بتحسي ان هم خايفين يعملوا ده. لا، طب ما انا اعمل حاجه، اطلع عقلي دوت بره النيش خالص، وابتدي اخد الريسك وابتدي احط التجربه، واعرف ان الجنون ده نعمه. مظبوط. نعمه لو اسرفت فيها هتبقى نقمه. لان انت عارفه ان الاسراف في الشيء هيحصل معاكي حاجه من الاتنين. لو اسرفتي في اي شيء، يا اما هتفقدي معناه مش هتحسي بيه، يا اما خلاص هيخلص ويزول. فبالتالي علشان انا احط نفسي في مكان امن، اعمل موازنه ما بين العقل وما بين الاستهلاك العادل للجنون ده. فانا شايفه ان ده ممكن يشجعهم بصراحه ان هم يبداوا يتحركوا. على كده بقى نقول لكل الناس خرجوا عقلكم بقى يا جماعه من النيش. كسروا. كسروا النيش بقى كسروا. وشيلوا بقى مخكم من طقم الخشاف. مش عارفه ايه الممتع؟ نايمه انت بقى على المخده بالليل وبتقولي يا سلام، يا سلام لو اجرب كده واحس بنفسي ايه ده، واو، انا مثلا هكسر كل الحواجز وارجع اشتغل مثلا من جديد بعد ما كنت قاعده في البيت سنين ما بشتغلش. هتاخدي قرار انك تسافري من غير ولادك، تشوفي الدنيا وتكتشفي. خلاص تبداي تطلعي اوراقك وتجمعي اوراقك وتنزلي وتقولي انا همشي هسافر. هشيل اي ليميتس، هكسر اي حاجه. مثلا واحده عايزه تفتح محل بيتزا، طب ما تكسر كل القيود وتنزل تقف في محل بيتزا عشان تعرف البيتزا دي مثلا بتتعمل ازاي. تخيلي بقى مثلا لو واحده عايزه تتعلم الخياطه ونزلت ورشه خياطه واتدربت وكسرت حاجز الخوف وما خافتش من المجتمع ان هو يتنمر عليها. لان انت عارفه المثاليه المفرطه قوي وحبل التضحيات اللي الناس ماسكه فيه، وان هو ده لا ما ينفعش تنزل، ما ينفعش تروح، بعد كل ده هتنزلي تشتغلي، بعد السن ده هتروحي تعملي حاجه، بتقتل اي طموح واي جنون.
بالظبط. فبتحسي ان هم بيفضلوا في مكانهم ما بيتحركوش. ده حقيقي. هو اصلا الانبهار في البدايه هو اتخاذ الخطوه وكسر اي قيود، واي ليميتس ممكن تأيدني. لو اتهيئت لي الظروف اعمل ده، لان غير كده هيبقى تمرد وخلاص. فلازم ان انا اكسر الروتين ده. وكمان الجنون احساسه حلو، بيحسسك فعلا. بالحريه وبيوصلك بحاجه كده ايه. بيديكي امل. بالظبط، بيديكي امل كده، بيشيل وتحسي ان طعم الاحباط. الحاجه كده ايه، مختلف كده. الجنون في البدايه هو القضاء على الاحباط. اصلا انا دلوقتي شخص محبط، هخرج من احباطي ده ازاي؟ لازم حاجه تزقني. لازم حاجه تزقني، لازم اتجنن، لازم ابدع، لازم افكر في اوت اوف بوكس كده. تمام، بالظبط. عندك حق، بس عشان الناس تبقى فاهمه ان مش هروح اتجنن وخلاص. يعني حقيقي. الجنون ده لازم يتوصف، لازم اوصفه. مش جنون شيطاني مسرطن ومدمر اطلع اهد المعبد على اللي فيه واطلع اقول خلاص انا هعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه. لا، احنا بنتكلم هنا عن جنون الشغف، جنون الحب، جنون التجربه، القوه، العطاء. لان ربنا قال وكل شيء خلقناه بقدر. مظبوط. فبالتالي لازم اوزن، ما ينفعش الاكستريمز اللي ما لا نهايه دي. ولا انت بالظبط. رايك ايه؟ بالظبط. العقل والجنون على فكره لازم يكونوا بمقدار غير شيطاني. انا لازم اوفر لنفسي المساحه الامنه عشان اقدر ان انا احقق ذاتي. بس السؤال هنا بقى، هل في ناس عندها القدره انها تعمل ده؟ وهل ممكن يكون عندها القدره ومش عارفه؟ وهل ما عندهاش اصلا؟ في ناس ممكن اصلا تكون عندها ومش حاسه بيها او مش مستوعباها. اصل خدي بالك، الجنون ده مش طبع، مش ما بيبقاش طبع ولا بيبقى موهبه. ده تحسيه كده يا امي ملكه، نفحه بتيجي لشخص استثنائي. هل كل الناس اثرياء؟ لا. مش كل الناس اثرياء. بس مين الشخص الثري؟ الشخص الثري ده بقى هو اللي عنده النفحه دي، اللي خد الخطوه وعمل كاتش للحظه المناسبه لما تهيأت له الظروف المناسبه وانطلق مره واحده. فبالتالي هو كده عرف يعمل ايه؟ عرف يلعبها بذكاء. فمش كل الناس عندها صراحه الملكه دي. طيب، ما انا بقى خليني اسالك بقى ايه سؤال سوسه شويه كده. لو المجنون ده ما عقلش وقال لك انا الجنون ده اعظم ثرواتي، وان انا انقذت جميع اشيائي من براثن اللصوص والطغاة، ده مجنون هبت منه ازاي؟ خالص. أيوة. خالص، ده راح ما رجعش. ده كده راح ما زي ما قال رجعش. لك نبي المهجر جبران خليل جبران. هو اللي قايل الكلام ده يعني. بالظبط. هو بصي، الحريه لها ثمن، والابداع لازم يكون ليه جناحات. مش هعرف ابدع غير لما اتحرك، بس لازم اوزنها، لازم اوزنها. الامام ابو حنيفه قال لك في جمله كده: لا يؤخذ العلم بالدراهم، ولكن يؤخذ بالعقل والهمه. فانا دلوقتي حتى لو الفكره المجنونه دي انا رايحه اطبقها، لازم اعمل ايه؟ ما انا رايحه اعمل اكشن اهو، رايحه اعمل اكشن. ما احنا بنتكلم دلوقتي، احنا عايزين عقل مع الجنون ده، مش عشوائي. مش عشوائي كده انا هروح اتجنن واروح اكسر واروح يلا انا خارج، يلا انا هعمل كل احلامي دلوقتي والنهارده. لا، بالعقل والهمه نقدر ان احنا نسيطر على الجنون العشوائي ده، ما يبقاش عشوائي. فبالتالي لما اروح هعرف ارجع تاني. بالظبط. مش افرضي بقى عجبته الحاله، ودلوقتي في مسؤوليات وفي ناس مسؤوله منه، هل بقى الشخص ده هيبقى ريفرسبل ولا هيبقى وان دايركشن، ولا ايه ريفرسبل بقى، ولا حكايته ايه؟ وايه اللي هيمنع الشخص انه يقول لك انا هطلع من النيشوفرينيا دي؟ ايه اللي يمنعه؟ قصه ان هو الشخص يتجنن ويروح وما يرجعش، ده يبقى ده شخص اصلا في الاصل هو عشوائي ومجنون اصلا. انما الجنون اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الجنون العاقل، اللي الانسان بيحس بيه وبيدركه. اصل هو زي صحوه كده بتيجي للانسان، بيبقى خلاص انت لازم تطلع من اللي انت فيه. ده حقيقي. لازم تاخد الخطوه وتبدا. كفايه بقى عليك، كفايه الحمل اللي انت اتحملته لوحدك.
بتبقى صحوه كده بتفضل تجري وراكي وانتي بتجري وراها، ما بتسيبكيش. فكون بقى ان حد يروح وما يرجعش، ده انسان غير مسؤول. يعني انتي لما بتيجي تاخدي قرار زي ده بتاخديه وانتي عارفه ان متعلق في رقبتك ناس كتير، عارفه ان ما ينفعش ان انتي تلقي بايديكم في التهلكه، ما ينفعش ان انتي تعملي كده. بالظبط، لازم يبقى في ليميت. بالظبط، وده الهدف من الكلام ده كله، ان انا عايز اجنن بعقل وحكمه، حاجه هتفيدني مش هتضرني. ولحظه مناسبه اختارها مناسبه معايا ومع اللي حواليا. خلاص انا رتبت اوراقي، ابتدي اتحرك. انت عارفه بقى مين اول حد جه في بالي في موضوع الجنون ده؟ الاطفال. عشان كده انا نفسي يلغوا المدارس. ليه بقى؟ يلغوا المدارس. يلغوا المدارس، وبدل ما يعملوا مدرسه عاديه كده يعملوا مدرسه الايه؟ ما تضحكيش، يعملوا مدرسه المجانين. ما تضحكيش بجد. هقول لك ليه. الاطفال دي يعني قمه الابداع. الطفل هيفكر، هيبدع، هيقول فكره مجنونه. الفكره المجنونه دي هتتحقق ازاي؟ هيجيب الكيمستري على الفيزيكس على الماثيماتكس، ويبتدي يحط فرضيات انه ازاي يطبق الفكره المجنونه اللي جات له. فانا كده بدل ما هتعلم تعليم صامت وحفظ وخلاص من غير تطبيق، لا انا هكون اختصرت طريق طويل قوي وخلاص. انا كده ببني علماء. يعني ما بحاولش ان انا اوصلهم لمرحله ان هم يجوا في يوم من الايام يحطوا عقلهم جوه النيش ويبقوا عمالين يعدوا عليه رايحين جايين كده ومستغربين ان هو جوه مش بيستخدموه. كذلك الناس مثلا اللي عندها 45 سنه او 50 سنه، مع ان هم ممكن يخافوا ان هم ياخدوا ريسك في اي حاجه، صح ولا لا؟ مش بتحسي كده مثلا الواحد لما يبقى عنده 50 يقول لك خلاص راحت علينا، واحنا مثلا هناخد زماننا وزمن غيرنا. كلمه مشهوره جدا بيقولوها، مع ان هم لو ادركوا ان اليوم بتاع ال 45 سنه وال 50 سنه ده، عايزه اقول لك بسنه مثلا من وهم عندهم 20 سنه، زي ممثلين كبار. مش بتحسي وبتلاقي ان في ممثلين كبار عندهم موهبه اكتشفوها وهم في سن كبير وبيبقوا نجوم، صح؟ هو فعلا فمش المفروض مرتبط. نفكر فيه دلوقتي هو اكتشاف الملكه دي، وان انا اتمسك بالفكره واطلعها في الوقت الصح. وكمان اتعلم كيفيه اداره الجنون ده. صح، الجمله دي مهمه جدا. هدير الجنون ده واتحكم فيه، وامتى اعمل كاتش للفكره دي. طيب ما فكرتيش بقى ان في ناس ساعات ممكن تخاف من الشخص المبدع ده، تخاف من الشخص اللي هو ايه مش متوقعينه؟ انا مش متوقع هو هيعمل ايه، بتقلق منه كده وعايزين الروتين اللي قاعد على جنب ده. هو اصلا اي مبدع، يعني اي مبدع يحس بالمبدع اللي زيه بيبقوا ناس محظوظه قوي. بالظبط. بس نفترض ان المبدع ده ما لقاش حد حاسس بيه او فاهم دماغه او كده، وقابل ناس عاديه شايفين ان هو مثلا مجنون، ده لا عنده اكستريمز عاليه قوي وانا خايفه اقرب منه بصراحه. بالعكس خالص، ده الشخص ده اللي هو عنده حريه الابداع. يعني انا عارف ان الشخص ده ذكي، دايما افكاره كده بره الصندوق، لا ما اخاف منه ليه؟ ده هينقلني نقله تانية خالص. ده انا معرفتي بالشخص ده هتخليني ممكن ابقى في عالم غير العالم. ليه؟ لان الشخص ده خلاص عنده منهجيه، بيبقى عارف ازاي يكاتش اللحظه دي، وبقى عنده هارموني كده بيتعامل بيه بسلاسه يا ايمي، عارف هو بيعمل ايه. فمعظم الاشخاص دايما الويلسي الاثرياء بتلاقيهم بيفكروا بنفس التفكير. فانا اخاف منه ليه؟ ده بالعكس، ده بالنسبه لي مصلحه ان انا اعرف شخص ده حقيقي اوت اوف بوكس. هو الجنون اصلا نتيجه طبيعيه للعقل المفروض. صح بالظبط. انا دلوقتي انا لو عقلي شغلي عقلك، شغلي عقلك، هتطور ازاي وهفكر ازاي وهابدع ازاي واتنقل من الليفل ده للليفل اللي بعده ازاي؟ الموضوع برضه محتاج يعني تعمق، محتاج تعمق، ومحتاج الناس ما تخافش. بالظبط. ومحتاج ان كل اب وكل ام ما يحبطوش اولادهم وما يحسوش ايه ده، انت ايه اللي انت بتتكلمه ده، انت بتحلم. طب ما انا اول ما اقول له كده هكهن عقله ده، هخليه قاعد كده يقول لي انا مش هقدر، انا لا الفكره دي مش منطقيه فانا مش هفكر فيها.
انما مثلا لازم يشجعوا جنون الموسيقى، جنون السفر، جنون يعني التجربة، صح؟ ده حقيقي. يعني اتجننوا يا يعني جماعة، اتجننوا وما تخلوش في سقف احنا لأي عايزين كل الناس تطلع أحلامكم، وتمسكوا بره بالفكرة. الجمود ده. بالظبط. وصمموا انكم ما تكونوش نسخة باهتة ما انتوا ما تعرفوهاش. لازم نصنع الجنون يا ايمي، لازم نصنع الجنون، نصنع الحالة وننفذ الفكرة. مظبوط. لأن العقل مش زينة جوه الفاترينا. عارفة انت المثل ده؟ مثل أغبى مثل اتوصف بيه العقل. العقل مش زينة جوه الفاترينا. أفضل حاطط عقلي جوه الفاترينا وكل يوم أمسح من عليه شوية تراب وحطه زي حتة الأنتيك. هو سعره هيزيد بس مش هيفيدني بحاجة، مش هقدر استخدمه. العقل له قيمة وهو حر وهو متحرك. بالظبط كده يبقى العقل له قيمة، يبقى كده العقل فادني. الجنون اصلا في حد ذاته، يعني مثلا لو مفيش جنون مفيش ملكة. المفروض انت اللي تصنع الملكة دي، انت اللي تاخد الفكرة دي وتطورها بقى وتطلعها بقى للنور بقى، وتشوف بقى ايه. صح، انت يعني اول ما حد يحس، هتأثر في اللي حواليك اول ما ازاي، حد يحس واخلق فعلا الفرصة دي ليك. لما حد يحس ان هو عايز يعمل حاجة يبتدي يرتب نفسه ويعملها على طول. بالظبط. لان العقل المنطقي هيكسله، هيقول له لا مثلا ايه، خليها بكره، خليها بعده، هيديله بقى تفكير سلبي وينيمه. بالظبط. عارفه القاعده اللي هي بتاعت ال 5 second rule؟ عارفاها؟ اللي هي بتاعت دي باكورد 5 4 3 2 1. يلا بينا، يلا قومي روحي مشوار البنك يلا الصبح. بينا. ده ابسط مثال. مثلا انت ما بتقدريش تروحي مشوار البنك الصبح، ده فظيع. فتبداي تعملي مهام صغيره بالظبط. لحد ما يتكون جواكي بقى احساس تراكمي بان انت خلاص لازم تبداي وتطلعي عقلك بره النيش. ونبطل نيشوفرينيا يا جماعه، نتحرر، نطلع عقولنا بره النيش. قولوا لنا بقى في التعليقات انتوا اتجننتوا ولا لسه؟ اكيد مستنيين لسه، بقى. اكيد لسه. لا، في ناس اتجننت كتير. طيب اللي اتجنن بقى يبعت لنا. اشوفكم على خير.